يلا بينا نشوف الفايل بعد ما صدرته كطباعة اهو. بضغط عليه كده اهو، بقى عندي PDF الوان، اقدر ان انا اروح اطبعه عادي جدا، باخده على فلاشة واروح اطبعه. ازاي بقى نفتح ملف جديد عشان نبدأ نرسم فيه؟ عشان تفتح ملف جديد يا اما بندوس هنا ستارت دروينج، يا اما بندوس فوق هنا، في الاتنين هيفتحوا لنا ملف جديد. طيب لو انا ملف اوريدي انا كنت شغاله فيه قبل كده، بيجيب لي هنا دي كده اخر ملفات انا كنت فاتحاها وشغاله عليها، او ان انا بعمل اوبن فايل وبختار المكان الملف اللي انا حافظه فيه. فلا انا هبدا اعمل رسم جديد، فبيفتح لي ان انا ملف جديد خالص هبدأ ارسم فيه. قبل ما تحط ايدك في اي حاجة لازم تظبط اليونت، الوحدات. بنظبط اليونت ازاي؟ عن طريق اختصار، بنكتب كده بالكيبورد اهو UN، اختصار يونت، وبتضغط يا اما سبيس مسطرة يا اما بتضغط انتر، يا سبيس يا انتر. تمام، فانا سبيس بالنسبة لي اقرب لي عشان انا ماسكة الماوس فبتبقى اقرب ليا. اول حاجه بنعملها ان احنا بنعدل الانش ده، انا مش عايزاه بالانش، انا عايزاه يا اما بالمتر يا اما بالسنتيمتر. بالمتر لو احنا بنشتغل من بره على سكيلي او بره على مباني من بره. السنتيمتر بنستخدمه لما بتبقى شغال جوه المبنى، بتعمل بقى الفرنتشر، بتشتغل مقاسات حيطان من جوه، بيبقى دايما السنتيمتر احسن لنا. فانا هعمله متر، او طبعا اي وحده مقاس انت محتاجها تانية متاح ان انت تختارها. انا هعمله بالمتر. الحاجة التانية اللي بنعدلها هنا، بنعدل العلامة العشرية. احنا عايزين كام علامة عشرية بعد الفاصلة؟ فدايما متعودين بتبقى علامتين عشريتين، يعني لو مثلا الطول الضلع 5 متر بوينت 333، فما يقعدش بقى يكتب لي كل التلاتات دي، لا هيكتب لي 5.33 او 5.5، هتبقى علامتين عشريتين افضل. ما بنعدلش اي حاجة تاني من هنا وبنعمل اوكي. احنا كده الملف مستعد ان احنا نبدأ نرسم فيه. ازاي بقدر ادخل صورة في الاوتوكاد بمنتهى السهولة؟ في طريقتين اتنين. الطريقة الاولى ان انا بروح كده على المكان اللي فيه الصورة بتاعتي واشدها، اقوم واخدها بشدها كده على فايل الاوتوكاد بتاعي. اول ما بنزل بيها على فايل الاوتوكاد بيقول لي في الكوماند بار بتاعي سبسفاي البوينت بتاعتي، فبضغط اقول له انا عايزه الصوره تبدا من هنا، وابدا ان انا اكبر او اصغر فيها زي ما انا عايزه. فانا عايزاها مثلا تبقى لحد كده، فبيقول لي انت عايزها باي زاويه. طب انا عايزاها معدوله، فبعمل ايه؟ لازم اشغل الارثو. الارثو زي ما احنا اتعودنا بقى بنشغله بطريقتين، يا من هنا يا اما F8. تمام، ساعتها هوت هيعملها لي يا اما بالطول يا اما بالعرض. فانا بقول له لا خليها لي كده مظبوطه. طيب عايزه بقى اكبرها شويه، بقوم معلمه عليها كده، واقوم من اي زاويه من الزوايا بتاعتها واقوم شاده مكبره. طيب دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه بروح على المكان اللي فيه الصوره واضغط على الكيبورد كنترول سي، بعلم عليها. انا عايزه الصوره دي، لا انا عايزه الصوره دي مثلا خليها مختلفه. الصوره دي مثلا بقوم معلمه عليها واعمل على الكيبورد كنترول سي، واقوم جاي على فايل الاوتوكاد واجي اقول له كنترول في، وبرضو اقوم محدده نقطه البدايه والحجم بتاعها قد ايه وبالطول ولا بالعرض، واكون مشغله الارثو واقوم ضغط عليها فبتقوم الصوره داخله، وابدا بقى ارسم جنبها الرسمه بتاعتها. بعد ما بخلص بقوم معلمه عليهم وعلى الكيبورد اضغط ديليت بيقوم منصحين. طيب دلوقتي احنا دخلنا الصورة خلاص على الاوتوكاد وهنبدأ ان احنا نرسمها. اول حاجة لازم اقرا الصورة كويس جدا. فانا عندي دلوقتي دايرة من هنا السنتر بتاعها ودايرة من هنا السنتر بتاعها، المسافة ما بينهم 33، وكذلك السنتر بتاع الدايرة دي للسنتر بتاع الدايرة دي برضو 33. فانا دلوقتي هبدأ ارسم اللاين اللي يخليني اعرف اعمل السنتر بتاع الثلاث دواير دول. اول حاجه عشان ارسم لاين او خط بيبقى بطريقتين، يا اما بجيبه من هنا بضغط كده على طول من هنا وابدا ان انا ارسم اللاين بتاعي، يا اما طريقه تانية ان انا اكتب على الكيبورد حرف ال. مجرد ما بكتب حرف ال فبيجي لي لاين، بختاره بان انا اضغط يا اما سبيس مسطره يا اما انتر، يا سبيس يا انتر. انا بفضل دايما السبيس، وابدا ان انا برضو ارسم براحتي. طيب انا دلوقتي مش عايزه ارسم خطوط كده، انا عايزه ارسم خط افقي.
ارسمه ازاي؟ هبدأ بقى دلوقتي لاين واضغط سبيس، والكوماند بار بتاعي بقى بيبدأ يقول لي هعمل ايه. فانا بيقول لي سبسيفاي فيرست بوينت. سبسيفاي فيرست بوينت ان انا بيقول لي حدد النقطة الاولى بتاع الخط ده هتحطه فين. فانا هقول له بداية الخط ده هتكون هنا. طيب الخط ده كده يعني هيجي لي زاوية، انا عايزاه زاوية قايمة. بعملها ازاي؟ بعمله بحاجة اسمها الأورثو. الأورثو ده عبارة عن ايه؟ الأورثو ده بيبقى السناب اللي تحت عندنا هنا. الشريط ده اسمه الموديل، شريط الموديل بتاعي بيكون فيه السناب. شايفين الزاوية القايمة دي؟ ده الأورثو بتاعي. مجرد ما ضغطت عليه وفعلته بدأ الخط يبقى عندي زاوية قايمة، يتحرك معايا زاوية قايمة. طب هو انا كل ما هحتاج افعله او اشيله هروح اضغط هنا واروح افعله كده تاني؟ لا، في عندنا اختصار ليه اللي هو F8. F8 فوق على الكيبورد عندك F8. مجرد وانا اهوت على الرسمه ضغطت F8 اتشال الأورثو بتاعي. طيب ضغطت F8 تاني اتفعل الأورثو بتاعي. هيبدأ بقى يقول لي انت عايز ال 33 دول في انهي اتجاه؟ هل لتحت ولا هل هنا ولا هل هنا ولا هل فوق؟ ببدأ احدد الاتجاه بتاعي انا بحرك الماوس بس على فكرة، انا ما بضغطش حاجة، انا بحرك الماوس. فانا بقول له انا عايزه احرك الماوس من هنا كده اهو، واضغط بالكيبورد 33 واضغط سبيس او انتر. عمل لي خط 33 متر وما خرجليش بره الامر، لسه شغال معايا. فساعتها هقدر اقول له طب انا عايزه بقى لتحت، انزل لي لتحت واعمل لي 33 تاني سبيس. فكده عمل لي 33 كده و33 كده ولسه برضو شغال معايا اهو. انا لو شلت الأورثو اهو لسه الامر شغال معايا. طب خلاص بقى انا عايزه اخرج منه، بعمل ايه؟ سكيب. طيب انا عايزه دلوقتي ابين الرسمه بس قدامي، بقوم ضغطه هنا كده واقوم مبينه الرسمه قدامي كلها كده. تمام، انا كده رسمت ال 33 دي وال 33 دي. تمام كده. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل الخط اللي في النص ده ينزل كده على الدايره دي. طيب الخط ده انا عارفه ان طوله 33، هل هجيب بقى الكيبورد الاله الحاسبه واقعد اقول 33 على 2؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. بنيجي على السناب هنا، في هنا سهم، شايفين السهم ده؟ لو ضغطتوا على السهم ده كده بيجي لكم كل اوامر السناب اللي عليها علامه صح دي كده متفعله. فانا دلوقتي انا عايزه الميد بوينت دي تكون متفعله. لو هي عندك كده مش متفعله لا فعلها. ليه؟ لان ساعتها انا لما هاجي هرسم اهو، لما هاجي هروح على الرسم بقى واقول له لاين ال سبيس زي ما اتعلمنا، مجرد ما هاجي على الخط كده هيقوم عامل لي المثلث ده من غير ما اعمل اي حاجه، مجرد بس ما بقرب منه كده اهو، مجرد ما ادوس عليه هيقوم عامل لي الخط المستقيم بتاعي اللي انا برضو عايزه طوله 33. ده كده السناب. طب خلي بالكم ان انا لو انا مفعله العلامه الصح دي بس مش مفعله دي كده لونها ابيض مش قايده، تعالوا كده نشوف هيعمل سناب. مش هيعمل لي اي سناب خالص، حتى لو انا كل العلامات الصح دي متعلم عليها علامات صح. لازم يكون ده كمان متفعل، لو متفعل ساعتها السناب هيشتغل. ده كده ازاي اعمل السناب بتاعي. يلا بينا نبدأ نرسم الدوائر بتاعتنا. انا هكبر بس الصورة شوية كده، بكبرها ازاي؟ بعلم عليها وباجي عند اي نقطة منهم كده وبقوم شادة فبتبدأ تكبر معايا عشان ابدأ ان انا اشوفها كويس. طيب انا عايزة بقى ابدأ ارسم الثلاث دوائر دول. انا عندي دايرة صغيرة الار بتاعها النص قطر بتاعها 5، والدايرة الكبيرة دي النص قطر بتاعها 8، والدايرة اللي بره دي النص قطر بتاعها 11. انا هبدأ ارسم الثلاث دوائر دول في كل سنتر. طيب برسم الدايرة ازاي؟ عندي امرين اتنين، يا باجي هنا عند السيركل وادوس عليها وابدأ ان انا اجي عند السنتر بتاع المكان وادوس كليك وامشي بس كده بالماوس، امشي اتجاه واقول له انا عايزه القطر النص قطر بتاع الدايره دي 5 وادوس سبيس، رسم لي الدايره. طيب في طريقه تانية، بدل ما كل مره اروح اختار من هنا، الاختصار بتاعها هو سي سبيس، عمل لي الامر بتاع السيركل. هقف عند نفس السنتر وسبسفاي، طبعا الكوماند بار اهو سبسفاي سنتر بوينت، بيقول لي حدد سنتر الدايره. حددت، دوست كليك
بس شمال بالماوس، وشلت ايدي من على الكليك خلاص، وبسحب اهو لبره وانا شايله ايدي من على الماوس، انا بس بحرك الماوس اهي، الماوس بس بتتحرك. تمام. النص قطر التانية كام؟ 8. هضغط على الكيبورد 8 سبيس، عمل لي الدايره التانية. طيب الدايره التالتة، هل محتاجه ان انا اضغط سي ومسطره او اروح اجيب؟ لا، دايما لو ضغطت سبيس بيجيلي اخر امر انا كنت شغاله بيه على طول. يعني انا اهو عملت سكيب تاني اهو، انا سكيب اهو، لو ضغطت سبيس هيجيلي امر السيركل اللي انا اخر امر كنت شغاله بيه من غير ما اقعد اجيبه تاني. هعمل سابسفاي، هحدد النقطه بتاعه السنتر هي وامشي كده بالماوس واقول له انا عايزه دي بقى نص قطرها 11 وانتر. اقدر اعمل ده في كل المراكز الثلاثه، اللي هو برضو اعمل مسطره واقوم ضغطه كده واقوم عامله 5 واقوم ضغطه سبيس فيعملها لي. بس في حاجه تانية ان انا اقدر اخدهم كوبي، صح كده؟ اقدر اخدهم الثلاثه دول كوبي واخلص. بقوم معلمه عليهم، بضغط كليك كده، بضغط كليك بالماوس وامشي اتجاه الشمال اهو، قمت كده معلمهم هما الثلاثه. عندي امر موف عشان يتحركوا، هنا امر موف، خلوني اعمله لكم الفيديو الجاي عشان خاطر ما يبقاش طويل. احنا كنا واقفين لحد ما احنا عايزين الثلاث دواير دول نعمل لهم كوبي في سنتر مكان تاني. الكوبي عندنا بيكون هو العلامه اللي تحت دي اهي، مجرد ما اضغط عليها هيعمل لي امر الكوبي بتاعي. يا اما بضغط سي او بالكيبورد كده، بقوم ضغطه سي او هو اختصار كوبي، وادوس مسطره وابدا اعمل كليك في مكان فاضي واشيل ايدي بقى خلاص، واشد بالماوس كده ناحيه الشمال. تمام. مجرد ما عملت ناحيه الشمال انا كده حددت الاوبجكت اللي انا محتاجه ان انا اعمله كوبي. تمام. اضغط مسطره، انا كده حددتهم، فبيقول لي عايز بقى سبسفاي البيز بوينت، انت عايز تحركهم من انهي مكان؟ فانا هحركهم من السنتر، او هاجي عند السنتر واضغط كليك واشيل ايدي وابدا اتحرك بيهم. انا عايز اعمل لهم كوبي مره هنا واشيل ايدي واعمل كوبي مره هنا، كليك. عايز اعمل في مكان تاني هعمل، طب مش عايز اعمل تاني بضغط سكيب. ده كده امر كوبي اختصاره سي او، وبضغط مسطره يا اما بجيبه من هنا. طيب دلوقتي خلاص احنا كده مش محتاجين الخطين اللي كانوا في النص دول، بضغط كليك بره كده وبقوم شاده وعامله لهم ديليت. طيب انا هبدا بقى ارسم الارك اللي هو جاي داخل لجوه ونص قطره 15. طيب انا هرسمه ازاي؟ هو المفروض ان هو داخل مماس مع الدايره اللي في النص التانية دي، والدايره اللي في النص التانية دي ونص قطره 15، بس انا مش عارفه السنتر بتاعه فين. يعني السنتر بتاعه هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ السنتر بتاعه فين؟ طب انا هقعد بقى اجرب ولا اعمل ايه؟ لا، في عندنا امر في السيركل هنا، شايفين السيركل اللي احنا كنا رسمنا منها المره اللي فاتت تحتيها سهم. مجرد ما بتضغط على السهم ده بيجيلك اختيارات كتيرة لطريقة رسم الدايرة. في منهم امر اسمه تان راديوس. يعني ايه تان راديوس؟ تان راديوس ده يعني بيقولك ان انت عايز ترسم دايرة ممسة لحاجتين اتنين، وانا عارف الراديوس بتاعها، عارف نص القطر بتاعها. وعندي تان التلاتة تان دول اللي هو بيقولك انا عايز ارسم دايرة ممسة لثلاث حاجات، بس انا معرفش عنها اي حاجة، ولا اعرف عنها سنتر ولا اعرف عنها نص قطر ولا اعرف عنها حاجة، هي بس ممسة للثلاث حاجات دول. لكن انا في الموضوع بتاعي ده لا، انا عارفة نص القطر وعارفة ان هي ممسة لدي وممسة لدي، فهختار تان راديوس، هدوس عليها. هيبدأ يقول لي في الكوماند بور سبسفاي بوينت اون اوبجكت في الفيرست اوبجكت بتاعي. انا عارفه ان هي ممثل للدايره الثانيه دي وكمان ممثل للدايره الثانيه دي. هيبدا بيقول لي طيب نص القطر بتاعها كام؟ سبسفاي راديوس، النص القطر بتاعها كام؟ هكتب له 15 واقول له مسطره. قام راسم لي دايره ممثله فعلا للدايره الثانيه دي والدايره الثانيه دي ونص قطرها 15. هو عملها لي دايره كامله طبيعي، انا لسه هشيل الزيادات دي، انا كل ده برسم وهبدا اشيل الزيادات. هعمل في الثلاث جوانب نفس الكلام، تان راديوس الدايره الثانيه دي ممثل الدايره الثانيه دي ونص القطر 15 مسطره. وهعمل هنا نفس الكلام،
نص قطر ممثل الدايره دي، ممثل الدايره دي، ونص القطر 15 وهعمل انتر. طيب شكل كده الارك خلاص اترسم، بس الدنيا بدأت تتزحم عندي. اعمل ايه بقى؟ عايزين بقى نبدأ نشيل الزيادات اللي عندي عشان الشكل يبدأ يوضح. في عندي امر اسمه ترم. امر ترم بنجيبه يا اما من هنا، شايفين العلامة دي، ده بنضغط هنا، يا اما اختصاره تي ار واضغط السبيس بتاعتي. خلي بالكم ان هو بيقولك بقى سيلكت اوبجكت، فترم انا بضغط مرتين مسطره، يعني هضغط سكيب تاني ونعمله من اول وجديد. تي ار مسطره او انتر عشان يبدا ان هو يشيل الزيادات على طول. فالترم افتكروا دايما ان احنا نضغط مسطره مرتين دبل، ماشي. طيب انا الدايره اللي في النص عندي دي كامله، فده معناه ان انا هسيب الدايره دي كامله مش هعمل فيها حاجه. الدايره التانية دي هي شايل الجزء اللي هنا ده، فده معناه ان انا محتاجه في الدايره التانية اشيل الجزء اللي جوه ده. شايفين مجرد ما بعمل بيقوم شايل الزيادات اللي عندي، تمام. طيب الدايره اللي بره هو ساب لي لا مش دايره بره بقى، هعمل الارك الاول، هشيل الدايره الارك دوت، هو ساب لي الجزء اللي جوه وشال لي اللي بره، يعني ده معناه ان انا عايزه اسيب الجزء اللي جوه ده واشيل اللي بره. فهبدا ان انا اهو اشيل الجزء اللي بره ده. معلش انا عملت زوم، انا عشان مش معايا الماوس فبشتغل كده، تمام. اهو هبدأ ان انا اشيل الاجزاء اللي بره اهو، تمام. وهنا كذلك بدأت السبينر اللي جوه دي يبان شكلها، دي هعمل لها ديليت على طول، ماشي. بدأ السبينر اهي تبان شكلها من جوه بالطريقه دي. طيب انا عندي بقى الدايره اللي بره دي، هو سايب لي اللي بره وشايل لي اللي جوه، بس انا لسه ما خلصتش الحدود، انا واقفه بس على ان انا هعمل الخطوط اللي بره دي. تعالوا نعملها الفيديو الجاي عشان ما نطولش. يلا بينا اخر حاجه بقى ان احنا نعمل الحدود اللي بره دي اللي هي في الدايره الثالثه. طيب هنعمل الحدود ازاي؟ بامر لاين. امر لاين بيجي ازاي؟ زي ما احنا متعودين بنضغط حرف ال وسبيس او بروح اجيبه من هنا. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل خط مماس للدايره اللي بره دي والدايره اللي بره دي. بنعملها ازاي؟ زي ما تعودنا امر السناب. نيجي هنا عند المثلث ده كده هنفتحه، هنلاقي ان في امر سناب بيكون الخط بتاعه مماس للدايره اللي هو ده، لازم تكون مفعله عشان خاطر يعمل لك المماس بتاع الدايره، تمام كده. ومتاكده ان خلاص السناب عندي فعال، مش لونه كده، لا انا متاكده ان هو فعال. هبدا ان انا اعمل سناب. طب ما هو مش راضي يعمل لي سناب اهو، بتحدد ساعتها اي مكان نقطه، هضغط مثلا في السنتر واجي هنا كده هلاقي اهو، شفتوا امر السناب ظهر ازاي؟ اول ما قربت اهو امر السناب قام ظاهر ان هو كده مماس، واطلع منه بامر سكيب. هعلم بقى عليه واقوم شداه كده واقوم مقربه من الدايره لحد ما يظهر لي امر السناب اهو. اول ما هيظهر لي امر السناب هقوم دايس عليه واجي ده هنا كده اعدله تاني. احنا كده سناب، ايوه اهو كده عمل لي سناب ما بين الدايرتين دول. هعمل لاين تاني، امر لاين تاني، وابدا ان انا اعمل سناب كده، يا اما بقوم ماشيه كده 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 اهو كده من غير ما اضغط على حاجه، واقوم ضغطه كده واعمل كده لحد ما يجيلي المماس ليها، واعمل سكيب واعلم على الخط واقعد امشي بيه كده لحد ما يلاقي ان السناب بتاعي ظهر اهو. بصوا عشان انا شغاله من غير ماوس فالشغل بيبقى رخم جدا، ولكن ايه احنا مهندسين بنتعامل عادي يعني لحد ما اجيب لي الماوس بتاعتي عشان بتاعتي اتكسرت. يلا تاني نجيب اللاين اهو، اعمل اي خط لحد ما يظهر لي امر السناب اهو، سكيب عشان اخرج بره امر اللاين، اعلم على اللاين وابدا ان انا اشوف لحد ما يظهر لي المماس بتاعي، بعدين اضغط سكيب. طيب هنشيل الزيادات ازاي؟ خدنا الامر ده قبل كده، امر ايه؟ ترم، تي ار، واقوم ضغطه مسطره. ما تنسوش امر ترم بنضغط مرتين اتنين
مسطره او مرتين 2 انتر، وابدا اشيل الزيادات في الدايره الثالثه اللي انا مش عايزاها. دي كده الزيادات في الدايره الكبيره اللي انا مش محتاجاها اهو، كده كده كده. وكده خلصنا الرسمه تمام. فاضل اخر خطوه ان احنا نحطها في اللوحه ونطبعها، نعملها PDF عشان نحطها على فلاشه ونروح نطبعها. يلا بينا نعمل الهاتش بقى اللي جوه ده. الهاتش ده اللي هو الالوان اللي جوه ده او التهشير يعني. ده بنجيبه ازاي؟ عن طريق الاختصار بتاعه اتش. بتيجي كده وتضغط على اتش، وطبعا بنقوم عاملين مسطره. بص بقى، لازم الرسمه بتاعتك تكون متقفله كويس قوي، عشان خاطر لو مش متقفله الحدود بتاعتها يعني في خطين مش لامسين بعض، عمر ما الهاتش هيبقى مظبوط. مجرد ما انا هضغط على مكان فاضي كده هيقوم عامل لي هاتش على المكان اللي متقفل، وهضغط انتر ان هو ده. طيب انا عايزه بقى اعدل عليه، انا مش عايزاه كله ابيض كده، فبدوس عليه بتظهر لي بقى بعض الاوامر. لو ضغطت انا هنا على السهم اللي تحت ده بتظهر لي الهاتشات بقى كتير، هاتش الحيطان، هاتش مش عارفه الطوب، في حاجات كتير قوي. بتبدا تختار الشكل اللي انت عايزه. انا شايفه ان هي فاتحه من بره كده، عامله فتحه من هنا كده وغامقه من النص، عامله كانها الهاتش بتاع الدايره ده. فانا هدوس عليه اختاره، وهو عامل لي الالوان الستاندر اللي هو الاصفر والازرق. لا انا عايزه اغير الازرق ده، هخليه اللون البنفسجي اللي هو عامله، وهخلي اللي بره ده لون بنفسجي فاتح شويه كده او حاجه زي ما يبقى هو عامله كده مثلا اهو. تمام. طيب في بقى حاجات تانية اقدر ان انا العب فيها، زي ان انا اعمل الترانسبيرنس بتاعي غامق فاتح قوي واضح قوي، الانجل بتاعتي لو هو فيها انجل هنعدلها، كل ده اقدر ان انا العب فيه. طيب انا كده خلصت ده، هبدأ بقى اعمل الهاتش التاني بتاعي. بضغط اتش انتر، وابدأ ان انا اعلم في اي مكان فاضي على المكان، فبدأ ان هو يعلم لي على المكان ده. اضغط مسطرة تاني واعلم على الهاتش ده، وابدأ اختار اللي هو بقى غامق من بره وفاتح من النص اهو. بصوا لو وقفت على اي حاجة كده مجرد ما بمشي بيبدأ يغير لي الهاتش بتاعي. انا هنزل تحت كده اشوف اللي هو غامق من بره وفاتح من النص، هدوس عليه وابدأ اغير الالوان بتاعته ان يكون اللون الازرق ده هو اللون البنفسجي الغامق مثلا ده، واللي جوه بقى ده لون البنفسجي الفاتح. براحتكم بقى، اعملوا بقى اللي انتوا ايه ساعتها اللي انتوا عايزينه. وسكيب، وادي الرسمه بتاعتي طلعت. عندي الهاتش اللي في النص الابيض ده، يلا بينا نعمله بالمره. هاتش اهو، اتش سبيس، هنا دايره في الدايره دي وفي الدايره دي وفي الدايره دي. كده انا خلصت الرسمه بتاعتي بالهاتش بتاعي كله. يلا بقى نبدا نحطها في اللوحه بتاعتها. عشان اطبع اللوحة بعمل ايه؟ باجي على امر البرنت ده، هاجي على امر البرنت، يا اما بجيبه من فايل، بجيبه من فايل هنا كده واعمل برنت، اختار امر برنت. تمام. فين اهو بلوت اللي هو ده. تمام. يا اما بجيبه من هنا بلوت، يا اما بضغط عليه من هنا، يا اما كنترول بي، بس بي تقيلة، بي كنترول بي. تمام. اي واحدة فيهم هتديني الامر ده كنترول بي، يا اما هيديني يا اما هجيبها من فوق. تمام، اللي هو من هنا على طول. طيب انا جبت اهو، معلش انا اعمل دونت شو، كونتينيو تو بلوت سنجل شيت. تمام كده. ابدا بقى اعمل ايه؟ بص بقى، اول حاجه انا عايزه احوله دلوقتي الPDF. الهدف ان انا عايزه اعمله PDF. طيب بقوم جايه هنا ومختاره اوتوكاد PDF. عندك جنرال، وعندك هاي كواليتي، وعندك سمول كواليتي، وعندك ويب اور موبايل. انا دايما بختاره جنرال لو انا عادي اعمله PDF عادي، لكن لو انا مشروع بقى مهم عندي وعايزه اطبعه بريزوليوشن عالي فبعمله هاي كواليتي. خلاص احنا هنعمله جنرال عادي اللي هو اوتوكاد PDF. هختار الامر ده. تمام كده. بعدين باجي هنا على البيبر سايز، بيقول لي اختار البيبر سايز. انا كنت اصلا حاطاه على لوحه ايه؟ على لوحه A نود، صح كده؟ S0. فهبدا ان انا افتحه واختار واقول له ان اللوحه بتاعتي A0. تمام كده. بختار ال A0 بتاعي اهو. باجي بعد كده على الديسبلاي.
بختار ويندو. طب ليه بختار ويندو؟ هختار ويندو اهو عشان هو هيجي لي يقول لي بقى انت عايز تطبع اللوحه كلها ولا عايز تطبع جزء من اللوحه، فهقول له اه انا عايز اطبع جزء من اللوحه، وهعمل لك ويندو عليها ان هي دي اللي انا عايزه اطبعها. في هنا اسهم اهي معموله في الفايل، مجرد ما انت بتقف عليها كده وتشيل ايدك وبعدين تروح عند السهم التاني وتكون مشغل السناب طبعا، وتيجي هنا كده اهو تمام، بتقوم جاي يا ربي انا عايزه ماوس مش شايفه حاجه تمام، وتقوم عامل اهو، اعمل بقى بريفيو كده هتلاقي اللوحه ظهرت عندك. طيب انا كده ده شفت البريفيو بس، لسه في حاجات تانية عايزه اعدلها. انا عايزه اعملها السنتر عشان ما تبقاش اللوحه جايه ولا يمين ولا شمال، لا انا عايزاها في السنتر بالظبط، عدلها لي في السنتر. فكده انا عملت هنا سنتر وعملت هنا فيت تو بيبر، يعني خليها مظبوطه على المقاس بتاع اللوحه دي تمام. طيب هي كده هيبقى البي دي اف بتاعي هيبقى الوان كده. طيب انا مش عايزه الوان، يعني نفترض ان انا خلاص انا كده تمام، لو انا تمام على كده اقدر ان انا اقف لحد هنا واقول له اوكي وهيتصدر لي بي دي اف. طب لا انا مش عايزاه الوان، انا عايزاه ابيض واسود. باجي هنا على النان دي واختار حاجه اسمها مونوكروم. مونوكروم ده بيقول لي انت عايز تحولها لي مونوكروم، فبقول له ايوه. بصوا بقى حصل ايه، المونوكروم اتحول لي ابيض واسود. طب اشمعنى الهاتش اللي جوه ده، يعني لو تلاحظوا الهاتش الابيض اتحول اسود، اشمعنى الهاتش دوت ما اتحولش ابيض واسود؟ لا عادي عشان دي الوان ثابته فهو معتبرها صوره، لكن هي لما هتيجي تطبع هتطبع لك ابيض واسود عادي، ولكن كله غير كده اتحول ابيض واسود، حتى الدوائر البيضاء دي اتحولت اسود، الاحمر كله اتحول لابيض واسود، وساعتها تقدر ان انت تصدره بالمنظر ده وتطبعه. لا انا هطبعه الوان فهعمله نون. ماشي كده. في حاجه تانية، لو انت عندك اللوحه مقلوبه هتلاقي ان هنا متعلم على بورتريه كده. بصوا ساعتها هيحصل ايه، ان اللوحه جايه بالطول وموجود بقى اللوحه في نصها، يعني الورقه معموله لي بالطول كده ودي جايه في نصها، فساعتها لازم تعدلها وتخليها لاندسكيب. لاندسكيب اهو، بص مجرد ما اضغط على لاندسكيب حتى بيظهر هنا اهو، اعمل بريفيو هيجي لك ان اللوحه مظبوطه معاك تمام كده. طيب نبدا بقى ان احنا ايه، بعد ما عدلنا كل حاجه تمام كله زي الفل، بعمل اوكي. ببدا ان انا احفظها في المكان اللي انا عايزاه يبقى فيه، وانا ما بحبش احط كل حاجه على الديسكتوب، فبحب كل حاجه تبقى ايه في مكانها. فخلينا نحطها مع الفايل بتاعها. شايفين الامداد بتاعه ايه، بي دي اف تمام، وهعمل له سيف. هيبدا ان هو يطلع لي البي دي اف بتاعي. خلاص كده هو عمل لي البي دي اف، والمكان بتاعه اهو محفوظ عندي هنا اهو، مجرد ما هفتح هلاقيه ظهر عندي تمام كده. يلا بينا نشوف الفايل بعد ما صدرته كطباعة اهو. بضغط عليه كده اهو، بقى عندي بي دي اف الوان، اقدر ان انا اروح اطبعه عادي جدا، باخده على فلاشة واروح اطبعه.